أهلا بكم استكمالا لفيديوهات الشتاء البارد والحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان نتدفى في أجواء الشتاء اللي أنا بحبها. هيكون معانا النهاردة البليلة باللبن. البليلة حاجة طبعا من الحاجات المشهورة والموجودة عندنا في كل بيت تقريبا. هنقدمها النهاردة بوصفة حلوة وكمان طعم مختلف ومميز للبن. تعالوا معانا نشوف كافة التفاصيل. مكوناتنا مش كتير خالص، هيكون معانا ربع كيلو من حبوب القمح اللي انا هغسلها كويس قوي، هغسلها كذا مرة لحد اما تنضف والمية بتاعتها تكون صافية، وهتكون بالشكل ده. لكل ربع كيلو من حبوب القمح بضيف معلقة كبيرة من الرز. ده بيساعد ان في عملية سلق القمح النشا اللي بيكون في الرز وما بيبانش خالص مع التسوية. بغطي بقى القمح ومعلقة الرز بكمية من المية وأسيبها منقوعة في المية مش أقل من ساعتين، لكن كمان ما بسيبهاش منقوعة كتير، يعني من ساعتين ل3 ساعات بيكون وقت مناسب جدا. كده هي اتنقعت، كانت حوالي 3 ساعات وبقى شكلها بقت بالمنظر ده، اللي هي زادت حجمها شوية بس مش كتير. في حلة عميقة على النار بأملى كمية من المية كويسة تقريبا، يعني معظم الحلة إلى حاجة بسيطة، وأضيف عليها معلقتين من السكر لأن أنا بكون عايزة المية نفسها تكون مسكرة شوية عشان حباية القمح تبقى حلوة أما تتشرب المية دي وتستوي فيها. بحط كمية القمح اللي هو أنا صفيته كويس قوي، بقوم حطاه في المية المغلية وأسيبه ياخد غلوة واحدة، وبعد كده بوطي عليه النار جدا، يعني لأقل درجة حرارة، وأسيبه حوالي 45 دقيقة، ووقتها بيكون بالشكل ده. بعد 45 دقيقة بيكون استوى وزاد حجمه وبقت حباية القمح طرية جدا. الكمية دي يعتبر بالنسبة لي يعني أو بالنسبة لعيلتي كبيرة، وكل واحد طبعا على حسب الكمية اللي هياخدها. فاحنا ما بنعمل البليلة ما بناكلهاش كلها يعني بناخد الجزء اللي احنا ناكله والاخر والباقي بنخزنه في الفريزر. فاحنا ممكن بنجيب بنحط البليلة نفسها في اكياس بلاستيك بالمنظر ده، والكمية اللي هي تكفي مرة، يعني اللي هي تكفي احنا عايزينها النهاردة كده هنطلعها نحطها في اللبن. يا دوبك هي بتتقسم لأكتر من كيس وبتتحط بالشكل ده وبتتحط في الفريزر، ووقت اما نحتاج نستعملها بنطلعها من الفريزر ونحطها في اللبن وبتبقى ساعتها جاهزة. خليط اللبن اللي احنا هنجهزه عشان نعمل فيه البليلة، وهي لو اتحطت في لبن وسكر بس عادي، بس احنا بنعملها بشكل مميز شوية. احنا بنحط 3/4 الكمية لبن، دولت كانوا كوبايتين، فانا حطيت 1.5 كوباية من اللبن وعليهم نص كوباية من الكريمة أو كمية اللبن كلها، وعليها باكو من الكريم شانتيه البودر. هنا بحلي بدل السكر أنا بحليه بلبن مكثف، وطبعا التحلية على حسب الرغبة، ممكن نحليه بسكر وممكن نحليه بلبن مكثف. وبضيف معلقة من الفانيلا وأدوبهم كويس مع بعض، وبعد كده بحط عود من القرفة وأسيب اللبن يسخن شوية. هنا اللبن ساخن ببتدي أضيف عليه كمية القمح اللي أنا عايزاها لحد ما أحس إن ده كويس بالنسبة لي. في ناس بتحب إن القمح يبقى كتير وفي ناس بتحب يبقى وسط، يعني ده على حسب الرغبة. كده بعد ما حطيت القمح وسبته لحد أما وصل لمرحلة الغليان بطفي عليه، وكده البليلة بقت جاهزة. ببتدي أحطها في كوبايات التقديم وأزينها بجوز الهند والمكسرات. جربوا الطريقة دي في اللبن وهتحسوا إن هي فعلا حاجة فاخرة جدا يعني. ودي كانت البليلة. لو كنتم معايا لحد دلوقتي فشكرا لكم جدا لمتابعتكم.